السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده. كنتمنى يلقاكم الفيديو في افضل الاحوال وفي صحه جيده ان شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم 2 كيلات ديال الحلويات بدون فرن. 2 كيلات ساهلين كيتوجدوا بمقادير بسيطه بزاف وبلا فران وبلا عذاب وبلا تماره. فرمشة عين كيوجدوا، يعني كتزيدوهم مع حلويات بحال مثلا كانت عندك شي مناسبه ولا في العيد ولا شي حاجه، كتزيدوا هاد 2 كيلات دغيا. ما كياخذوش معاك الوقت بزاف وساهل في التحضير. وهاد بالنسبه للحلويات ديال الفران هادو راهم كاينين فيديو اللي قبل، غادي نحط لكم الرابط في صندوق الوصف وفي الاخر ديال الفيديو تبعوا معايا باش تعرفوا المقادير وطريقه التحضير. كنجيبوا اول حاجه كنحتاجوا البسكوي. هذا اي بسكوي كيعجبك كتختاريه انت المذاق اللي كيعجبك. انا جبت هادو كيتباع عند 5 دراهم، ولكن واحد الباكيه كتباع حتى هي سميتها بيتيت واقيلا ولا بحال هكا. المهم اي بسكوي نتيا على حسب الذوق على حسب الاختيار ديالك. كنطحنوه حتى كيولي بودره هكا وكنديروه في شي بلاصه لك. المهم كنجمعوه حتى كنطحنو كامل. انا هنايا راه ما كانش كيبغي يطحن لي في الطحانه هذه، حيت عندي غير هاد الصغيره هذه ديال العطريه اللي عندها داك ديال الكبيره اللي كيطحنوا فيها راه مزيانه. انا طحنت غير في هذه وما كانش يتطحن لي مزيان كما كتشوفوا في الفيديو، راه كان كيبقاو لي الطروفه مازالين صحاح. وشنو درت باش ولا كيتطحن؟ وليت كنخلط معاه كاوكاو ونطحنوهم بجوج، حيت الوصفه هذه كنحتاجو فيها البسكوي وكنحتاجو فيها حتى كاوكاو محمر ومقشر كما كتشوفوا الفيديو. راني بديت كنطحن كاوكاو مع البسكوي بجوج باش دغيا كيطحن لي وما كيبقاش داك الطروفه كبارين بلا ما يتطحنوا. صافي كنكمل كيما هكا بهاد نفس الطريقه حتى كنطحن كاع الكميه هذه اللي عندي. عرفتي الحلويات هادو اسهل ما يكون وكيزيدوا لمسه زوينه مع الحلويات ديالك كتحطيهم ومذاقهم كيجي زوين بزاف، وانهم ما فيهمش افران وحلو وفيه داك التماره ديال الفران. كنزيدو هنا زدت هنايا الكوك على حسب الذوق نتيا واللي شحال ما بغيتي ديال الكوك. وكنجمع بالشوكولاط ديال الدهن كما كتشوفوا، كنزيد معلقه وكنعجن حتى كتجمع لي الخليط كامل وكيولي القوام ديالو هكا مجموع كيولي بحال شكل عجينه. وديك الساعه صافي انت عندك ميزان كتزيدي وكتجمعي في نفس الوقت حتى تشوفي بلي انه صافي بدا كيتشكل معاك وتجمعت العجينه هذه الحلوه هذه كتجي زوينه بزاف المذاق ديالها وحتى في الشكل كتجي زوينه. دابا تشوفوا في الفيديو. وهنايا كنزيد 2 ساشيات ديال الكاكاو. بودره الكاكاو هذه كنحيدوها باش كنحيدو ديك الحلاوه بزاف باش ما كتجيش ديك الحلوه بزاف وتكهم. هاد الكاكاو كيحيد له داك الحلاوه بزاف كيجي المذاق هكا زوين حلو، ولكن ماشي ديك الحلاوه اللي كتكهم. وصافي حتى كنجمعوا العجينه هكا وتبان بانها كتكور وصافي. هنايا كناخذوا هاد لي مول ديال السيليكون، راه فيهم بزاف ديال الشكيلات، انت كتختاري الشكل اللي عندك ولا اللي عندك في الدار كتقضي به. انا عندي هذا اللي كيجي على شكل خميسه. كندير في القاعده في الاول كندير الفواكه المعسله كنديرهم هما الاول كنقطعهم طريفات صغار وكنديرهم في الاول حتى كنعمر داك المول كامل اللي عندي. ممكن تزيني باي حاجه عندك تزيين كيبقى يعني تزيين كل وحده وكيفاش كتبغي تخرج الحلوه ديالها. انا درت لها هكا، ممكن ديري لها داك الشوكولات فيرميسيل، ممكن ديري لها طريفات ديال الزبيب، ممكن ديري لها اي حاجه عندك كتقضي بها. المهم كيما هكا غادي نكمل هادشي اللي عندي كامل ونرجعو نكملو. صافي من بعد ما استفنا داك الحلوه كامله وعمرنا بها المول. هنايا ذوبت الشوكولاط الابيض، ممكن ديري الشوكولاط الكحل. انا ديجا خلطتهم، درت الشوكولاط الابيض درت يعني كميه درتها بالشوكولاط الابيض، مني تسالات لي عاود كملت بالشوكولاط الكحل. صافي كندير واحد الطبقه ديال الشوكولاط مذوب كما كتشوفوا. كنديروا طبقه غير ما كنعمروش كامل حيت مازال غنديروا ديك لاباط اللي صايبنا قبل. كنديروا غير واحد الطبقه هكا، ما هي رقيقه بزاف ما هي غليظه بزاف. المهم تقريبا النص ديال داك السيليكون اللي عندنا كنعمروها النص. كنكملوا كما هكا كنعمرو كامل ونبقاو نضربوه باش بقصنا داك المول نبقى نضربو به على الطبله هكا باش ما يخليش الشوكولات فراغات. ضروري تضربيه هكا شويه باش داك الشوكولات كامل يمشي ياخد داك الشكل اللي عندك.
يعني ما فيها لا تمارة لا والو، من اسهل ما يكون. توجديها في اي وقت، ماشي ضروري تكون مناسبه، وتحطيها عندك في الثلاجه. كتجي زوينه في المذاق وسهله في التحضير. صافي كنحطوهم يبردوا في الثلاجه، ما كياخذش بزاف ديال الوقت، ميم با 5 دقائق كيجمدوا. وصافي كنخرجوهم وكنعمروا داك ليسباس اللي باقي لنا بديك العجينه. راه دغيا كتاخذ الشكل ديال السيليكون. المهم كنعمروها كامله كما كتشوفوا في الفيديو وصافي. ومن بعد نوريكم الشكل النهائي، راه اسهل ما يكون، وكديريها بعينك مغمضين. صافي حتى كنكملوا كامل كما كتشوفوا. كندخلوا عاوتاني للثلاجه باش تشد العجينه راسها. وصافي هذا هو الشكل، يعني ما فيه حتى شي تماره، ساهل جدا. هنايا بقى الكميه اللي بقات لي كورتها كما كتشوفوا، وزدت عليها الكوك ولبستها كامله بالكوك. وممكن ديري داك الشوكولات فيرميسيل الكحل ولا الملون ولا كاوكاو، المهم اي حاجه. هنايا ممكن انك تقدر ديري الشوكولات، تذوبي الشوكولات وديري عليها كاوكاو مهرمش وبقى تغمسيها تما وتحطيها. انا هنايا المهم درت الطريقه اللي ساهله وكيجي الديكور ديالها مختلف وزوين. صافي كتلبسيها كامله بالكوك وكتجبتها هاد الكويغطات هادو وكنديرهم فيها. ومهم من بعد تشوفوا الشكل النهائي. هنايا هادو هما اللي درت في الاول على شكل خميسه. شتي الديكور ديالها كيجي زوين بزاف، فيها داك الحلوه المعسله الفوق، داك اللوينات ديالها كيجي زوين ومع الشوكولات. والطبقه تحتانيه ديال ديك لاباط اللي صايبنا، يعني مكويات كي درتهم في الكحل وفي البيض كيجيو زوينين بزاف. ممكن انك ديريهم في كويغطات ولا في شي حاجه انت، يعني على حسب الا عندك شي مناسبه، ولا ممكن انك ديرهم في شي كويغطات يكونوا زوينين. انا درتهم غير هكا، ما زدت لهم حتى حاجه. وهذا هو الشكل النهائي. ها هو الخميسات كيما كيجيو، سهله جدا، كتحط الفرن شتين كما شفتوا معايا في الفيديو. سهله جدا وما كتاخذش الوقت بزاف وما فيهاش قوه تماره والمكونات. وهاد الحلويات هادو اللي بغات تشوف الوصفه ديالهم حتى هما ساهلين، بعجينه وحده كنخرجوا بهاد المذاقات مختلفين. راه اللين غادي نحطوا لك في اسفل، غادي نحطوا لك في صندوق الوصف، وغادي غادي يطلع لكم في الشاشه هنايا. والشكل الثاني ها راه هو في الكويغطات كيجي زوين. زينتهم بداك الحلويات هذاك، درت لها محبه من الفوق باش كيجي الديكور ديالها زوين. كنتمنى الفيديو يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم. ما تبخلوش عليا بلايك وشير الفيديو الى عجبك، وبسلامه عليكم.